في ليلة مش زي كل الليلة، سكون طهران اتقطع فجأة. دوي انفجار ضخم هز العاصمة. مش مجرد دوي عادي، ده كان انفجار في قلب مجمع سكني مهم جدا. مش أي مبنى، ده مكان ساكنينه قادة إيران العسكريين والسياسيين الكبار. الخبر انتشر زي النار في الهشيم. شقة واحدة بالظبط اتفجرت بشكل مرعب. الإيرانيون طلعوا بسرعة يقولوا ده مجرد انفجار غاز عادي، لكن اللي بيفهم عارف إن الحكاية أكبر من كده بكتير. دي كانت ضربة من إسرائيل، اللي خلاياها النائمة لسه موجودة في العمق الإيراني، زي الأشباح اللي بتتحرك في الضلمة. والأخطر من الضربة نفسها إن إيران بإنكارها الغريب ده بتشجع إسرائيل إنها تضرب أكتر جو بكل جرأة. ليه؟ لأن إسرائيل عارفة إن إيران مخترقة من الداخل بشكل رهيب، ودي نقطة ضعف هائلة ممكن تنهي أي طموح لإيران. شوفوا اليمن، دولة صغيرة وفقيرة، ما عندهاش لا سلاح نووي ولا صواريخ ضخمة زي غيرها، لكنها قفلت بلدها استخباراتيا صح الصح. عاملة ستار منيع، مفيش جاسوس قدر يخش، مفيش عميل قدر يعرف أماكن صواريخهم السرية ولا يوصل لعلمائهم. عشان كده هم ناجحين بشكل مش طبيعي، وضاربين أكبر قوتين في العالم بكل ثقة، ومحدش قادر يوقفهم أو يردعهم. لكن إيران بكل قوتها ومواردها الضخمة، بكل علمائها واليورانيوم المخصب اللي بيوصلوا بيه لقوة نووية، سايبة بلدها مخترقة بالشكل ده. والأصعب، الصدمة الأكبر، إن إيران أدت لروسيا تكنولوجيا الدرونات الشاهد دي بشكل شبه مجاني. 6000 درون بتكلفة $1,750,000,000 بس. ده رقم زهيد، يعني أدتهم التكنولوجيا والدرونات ببلاش تقريبا. دي كانت التكنولوجيا اللي أنقذت روسيا استراتيجيا في حربها المدمرة مع أوكرانيا وحلف الناتو. روسيا بتضرب آلاف الدرونات دي، بتستنزف بيها أوكرانيا بشكل يومي، وتوفر على نفسها استخدام صواريخ غالية جدا. لكن المفاجأة المرة إن روسيا مقابل كل التضحية دي ما ساعدتش إيران بأي حاجة تذكر، سابوها وحدها في مواجهة الخطر ده. حتى الصين نفسها هتخاف تبعت لها سلاحها القوي، أصلها تاجر شاطر، خايفة لينضرب السلاح ده من جوا إيران ويبوظ سوقها العالمي اللي بنته بصعوبة. إيران في موقف صعب جدا، يمكن يكون الأصعب في تاريخها الحديث. لازم تقفل الثغرات الاستخباراتية دي قبل أي حاجة تانية. ده أهم من امتلاك أي قنبلة نووية أو بناء أي صاروخ باليستي. لو ما مسحتش الداخل من جواسيس وعملاء وتأمنوا بشكل كامل، أي قوة عسكرية ليها برة ملهاش أي لازمة. هو ده التحدي الحقيقي اللي بتواجهه إيران النهاردة. المصير كله متعلق باللي هتعمله جوا بلدها.